ما ينفعش نقول عليه اعلان بس لذيذ كده ونسكت، لانه اعلان ذكي كمان. اعلان مين يا دوب بتاع وادي دجله. كلنا عارفين انك عشان تجيب شقه ده قرار تقيل، لازم تقعد تفكر وتدور عشان تقرر. مش قرار امبالسيف كده ممكن تاخده وانت ماشي في اي سوبر ماركت زي الاف ام سي جي برودكتس، ممكن تشتريها وعادي ما تكررهاش تاني لو ما عجبتكش. الاعلان ده ذكي عشان يعتمد على انسايت واقعي، انسايت الناس بتحب تتفاعل معاه، خصوصا الميلينيالز اللي هم اساسا التارجت اودينس بتاع الاعلان. وهو اننا كبرنا، بقينا نسمع كلمه عمو، ظهرنا بيوجعنا من اقل مجهود، بدا يظهر عندنا شعر ابيض، قعده البيت بقت بالنسبه لنا احلى. كمان بدأنا ننسى. كل دي حاجات بتفكرنا اننا داخلين مرحلة جديدة، وان وقت الاستقرار بقى هو خطوتنا الجاية. كمان اضافة ماجد الكدواني اللذيذة، استخدموه كأنه البراند فويس اللي عامل صوت الضمير اللي بيهزر وبيعلق وبينكشنا، بيواجهنا بالحقيقة اللي بنحاول نهرب منها، وهي اننا كبرنا. وده خلى التارجت اودينس يقعوا في لحظة مهمة قوي، وهي السيلف ايدنتيفيكيشن، وهي اللحظة اللي بيقول فيها الشخص اللي قاعد يتفرج على الاعلان ايوه فعلا ده انا، او بيكليك معاه اللي اتقال في الاعلان مع الحياه اليوميه بتاعته. فانا شايف صراحه اللي بيميز الكامبين ده 3 حاجات. اول حاجه ان هي مبنيه على انسايت حقيقي. تاني حاجه ان هو كونتنت شيربل، الناس بتشيره وتبعته لبعض، انا لحد دلوقتي معمول لي 10 مرات منشن فيه. توثقوا يا جماعه. تالت حاجه انهم عملوا برودكت فريمنج، بانهم قدموا الشقه كانها تطور طبيعي لازم يحصل كده كده بما انك داخل او عديت ال 30. وعشان كده الكامبين دي حتى لو انت مش بتارجت اودينس اللي وادي دجله بتارجته هتشتري منها، كده كده هتفضل فاكر الاعلان.